المهم كانوا حاطين كاميرات بقلب البيت. الكاميرات موصولة بالإنترنت. كل ما يفصل النت هي إذا قاعدة بالبيت وعم تراقب الكاميرات عشان نحن ما نهرب، كانت دغري تيجي على البيت إنه مين طفى الكاميرات؟ إجا آخر شي جوزها قال بالحرف الواحد معاه اثنين هيك ضخام كثير، قسما بالله ما فيات وحياة القرآن ما فيات. قال له لآرام بالحرف الواحد، قال له أنا لو ابني بيعمل هيك بالبيت بقتله. أشر بإيده قال له بقتله، قال له إذا البيت ما بيتزبط رح تموت هون. فآرام قال له أنا مواطن ألماني وهي جوازي وبحاكي السفارة. قال له أنت هون بكرواتيا وليس بألمانيا. والفكرة إنه نحن بفيلا مثل ما قلت لكم بآخر الجبل، يعني قسما بالله نحن لننزل من الفيلا لقلب المدينة بدنا بالسيارة بس هيك عم نمشي بالطريق على قد ما هو صعب بدنا أكثر من 15 دقيقة. يعني ما حدا بيدرى فينا إطلاقا إطلاقا. إجا آخر شيء قلنا له رح ندفع لك أجار تظبيط البيت بس بدنا فاتورة. يعني بأوروبا بشكل عام اليوم إجا لعندي واحد زبط البيت مثلا قص الشجر أو نظف الحيط فبيعطيني فاتورة أنا بحول له إياها. فقال له آرام بدي فاتورة، بدي تفهمني ليش بدك أول شيء كان بده $1000. فقال له آرام شغل ساعة بده $1000. قال له 250 300 400 بندفع ما في مشكلة، بس 1000 يا اما جيب لي فاتورة وبحول لك. قال له عم بتقول بدها فاتورة؟ قال له أنا بدي غير كل البيت هلا. قال له بدي $50,000 وممكن توصل $100,000. قال له أنا بدي غير الصخر تبع البيت، بدي غير البلاط، بدي غير الخزن وانتم خربتوا لي بيتي. يعني بالمشرمحي بده يشلحنا مصاري تشليح. وقال بالحرف ما بتدفعوا حتموتوا هون بأرضكم. مثل ما قلت لكم هن حاطين كاميرات، اول ما عم نتحرك دغري عم يجوا. فاجى لعنا قال بيضلوا اثنين بالبيت، بدكم تروحوا وتعملوا سياحه بيطلعوا بس بيضلوا اثنين بقلب البيت. بيني وبينكم خفنا، الموضوع بيخوف. انت بكرواتيا وحتى لو شو ما عملت بيقتلوك وما حدا بيحس عليك. والشرطه يعني الشرطه هي معاهم لانه هن اولاد البلد، هن بيحكوا كرواتي وبيحاكوهم بكرواتي، مو لغتنا. انت مالك ابن البلد، بالعكس هن رح يوقفوا مع صاحب الفيلا ولا مع اولاد بلدهم يعني بالنهايه. يلي صار انه وصينا على تاكسي. اجى التاكسي اخذ آرام والبنات على اساس رايحين هنن يشوفوا المنطقة تحت، يروحوا على جيت سكي ويلعبوا وهالقصص. ما حدا اخذ ولا غرض من البيت. اقسم بعزة جلالة الله انه ما معي غير هذا الشورت وهي الكنزة وبوط. كل ثيابي ضلت هنيك. خلينا ثيابنا بقلب الفيلا ولا طلعنا ولا غرض. كل واحد اخذ كنزة وبنطلون فقط لا غير. آرام اخذ البنات وراح بتاكسي. تواعدنا وين نلتقي. ضليت انا وعدنان وعبد وشاب اسمه احمد. انا واحمد شلحنا كنزاتنا، ضلينا بالشورت والبوط وحاطين بس الشنطه اللي فيها الجواز ومصاري لافينا هيك. وطلعنا من الفيلا على اساس انه احنا نازلين مشي، انه وعم نتناقش بالانجليزي لانه هن عم يسمعونا بالكاميرات عم نحكي بالانجليزي انه بدنا نروح هلا على الجيت سكي وبدنا نلعب. شو ضل في سياره صافه بالفيلا هي لعبد. فعبد لازم يطلع فيها هو وعدنان. نحن اتفقنا نحن نزلنا مشي، اتفقنا انه نحن بننزل مشي بس نصير بسفل النزله او نصير بقلب المدينه هن بيلحقونا بالسياره. فنزلنا نحن مشي انا واحمد، صرنا تحت والله ضلينا عم نمشي شي 20 دقيقه 25 دقيقه تكسرنا تكسير. وآرام كان تحت هو والصبايا. دقيت له لعبد قلت له هلا بتطلع بالسياره. طلع عبد هو وعدنان بالسياره، نزلوا اخذونا من تحت وبنفس الثانية ضلينا طالعين 17 ساعة لوصلنا على ألمانيا. ولا واحد منا معاه غرض ولا كنزة ولا بنطلون غير اللي طلعنا فيه من البيت. كل أغراضنا لساتهم هنيك يعني، ولا أخذنا أي شيء. حرفيا اللي صار معانا بهي السفرة كنا رح نموت. والله كنا رح نموت بالحرف الواحد، ما عم بكذب عليكم بولا حرف. لأنه كان بدهم يشلحونا مصاري فقط لا غير. ونحن معنا بنات يعني. كان عم يهدد بطريقه انه بنقتلكم هون ولا بتطلعوا والا بدكم تدفعوا المصاري. وكان واعدنا الساعه 8 المساء بده يجي بده ياخذ المصاري. نحن طلعنا من البيت الساعه 3. آرام طلع الساعه 12 ونص تقريبا هو والبنات. نحن ضلينا قاعدين عم نسبح على اساس بالفيلا ونتشمس. والساعه 2 ونص انا طلعت. بعدي طلع عدنان وعبد بالسياره وانطلقنا على المانيا. كانت ليله جدا سيئه، جدا بشعه. والله كنا بالحرف الواحد رح نموت
ولا حدا حيعرف عنا اي شيء. بس الحمد لله عدت على خير.